مع دخول موسم المدارس دايما بيبدا موسم التغيرات، تغيرات في النوم، تغيرات في الاكل، وحتى في المناعه. ده بيخليني الاحظ حاجتين شائعين جدا عند الاطفال: قله الشهيه وفقدان المناعه. كتير قوي من الاطفال اللي في سن 3 سنين بيبداوا ان هم يرفضوا الاكل وشهيتهم تقل فجاه. ده بيكون طبيعي جدا ومش لازم ان احنا ناكل. السبب بيكون ان هم موجودين في بيئه جديده لاول مره زي دخول الحضانه، وده بيأثر كتير على نفسيتهم وعلى تقبلهم للاكل. الموضوع هنا ما بيكونش مرض، لكن بيكون طبيعي جدا جدا علشان الانفصال عن الاهل وتغيير الروتين. اما بقى المناعه قويه فبتبدا من الاكل الصح. هنركز على الاكل اللي فيه فيتامين سي زي الليمون وزي البرتقال. تاني حاجه هندخل الخضروات والفواكه بشكل يومي عشان الطفل يستفيد من الفيتامينات الطبيعيه. ما تنسيش الاوميجا 3 من السمك والدهون المفيده من المكسرات والبذور. هنقلل السكريات على قد ما نقدر لانها من الحاجات اللي بتضعف المناعه، وهستبدلها بالعسل الابيض او العسل الاسود، افيد وغني بالفيتامينات. هنبعد خالص عن اللحوم المصنعه وعن المقليات على قد ما نقدر. في النهايه وببساطه، المناعه قويه مش سر، هي نمط حياه، وكل عاده صح بتزرعيها في ابنك النهارده هتحميه.